يعني زين. انا يعني مثلا انا طلعت ريحه، فانا هنا بالحال هاي لست متوضي، صح؟ هاي ما لها مدخل هي، سواء أنت كنت مثلًا بالعمل ورجعت أنه أنت عرقان، أنت ايه فيك ريحة، فيك كذا، تمام. فيك شيء، ما يصح ايه تمام. تصلي، ما يصح لا ما تصلي. ايه ما يصح، انا اتحممت، كنت تحممت. اتحممت أيضًا ما يصح تصلي، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضع تشريعًا حتى تصلي، حتى تصح الصلاة. الوضوء مم. مقدمة لصحة الصلاة، لابد أن تتوضأ. الاستحمام لوحده لا يغني عن الوضوء. اه يعني اذا انت تحممت هيك ما بتصبحش انك طاهر، فلازم تتوضا. ما يصح إنك طاهر، شنو هو أنت أصلًا ما كنت نجس أصلًا. اي انه يعني انه توضيت، انه انت لا لازم انه بعد الحمام لازم تتوضا وبعدين تروح تصلي. بالضبط. طيب اذا شو اسمه وقت يغسل شو اسمه يغسلوا الميت، إيه. ايه ما يغسلون إيه. جسمه كامل. هذا غسل الميت يختلف، يعني أكو بعض الأغسال الشريعة هي التي قالت، يعني امم مثلًا إذا أردت أن ايه تصلي غسل امم الجمعة كما قال به بعض الفقهاء، وغسل الجنابة. هذا غسل الجنابة إذا اغتسلته يغنيك عن الوضوء، تقدر مباشرةً تصلي، لأن الشريعة نصت على ذلك. أما الاستحمام العادي هذا لا يغني عن الوضوء. يعني اذا انا كنت مجنب وفتت تحممت فاصبح طاهر، صح؟ وقابل أي. للصلاه. هذا هنا غسل الجنابة يغني عن الوضوء، تقدر اه تغتسل غسل تمام. الجنابة حلو وتصلي مباشرة. حلو انا معك، حلو هذا الكلام. طيب انت بالحال هاي انت عم تقول انه عند المسلمين فغسل ارجلهم فهذا يعتبر باطل. طب انت كيف بالحال هاي انت انه نعتبر انه انت كنت نجس وفت تحممت ورحت تصلي، طب انت بالحال هاي غسلت رجلك. لا، مو هذا الشارع المقدس أشار ايه ونص على أن غسل الجنابة يغني عن الوضوء، يعني يغنيك عن الوضوء أصلًا، لا حاجة أن تتوضأ. اصلا هو الحمام وقت انت تتحمم يغنيك عن الوضوء في الحالتين، ان كنت نجس وان غير نجس. لا، هذا غير صحيح، الاستحمام العادي لا يغنيك عن الوضوء. يا شيخ. الاستحمام العادي لا يغنيك عن الوضوء، سواء كنت نجس والّا غير نجس، استحميت لا يصح أن تصلي. غسل الجنابة ورد فيه نص، هذا الغسل يغنيك عن الوضوء، لا حاجة أن تتوضأ أصلًا، مباشرةً تصلي. أما إذا أردت أن تتوضأ وغسلت قدمك، فغسل القدم يبطل الوضوء، لاحظت كيف؟ لا اله الا الله. يعني والله العظيم ما مستوعب عليك بعدني، لانه انت كيف انه زبطت معك انه غسل الجنابه وقت انت تكون مجنب وتفوت تتحمم فانت هيك قابل انك تصلي، ولما ما تكون مجنب وتفوت تتحمم انت هيك غير قابل انك تصلي، فلازم إي، ترجع تتوضا. لأن هذا اي تشريع، يعني هاي أحكام هاي وين شرعية، موجوده، يعني هاي وين الشارع موجوده؟ المقدس، يعني الشارع وين شارع المقدس. مقدس؟ يعني انا بوقت اكتب عندي هون لحتى تطلع لي هاي هذا الحديث او اللي انت عم تحكي عنه، شو لازم اكتب؟ اكتب غسل الجنابة يغني عن الوضوء، تطلع لك روايات. طيب لا انا بدي اكتب شو اسمه انه عندما افوت اتحمم واخرج الى الصلاه، هل يصح؟ ما يصح، لأن ماكو دليل، عندك دليل على أنه يصح؟ حلو. طيب ليش المشرف كتمني؟ مشرف كتمك؟ ما أدري، ايه إخواني ليش؟ يعني مع اني ما كتبت ليش كتمني؟ ما يا كتمك، وين شيخ خليني كتمك؟ اقول لك ما شغله، أدري. خليني اقول لك مثال اللي ما بيجي معك تعال معه، ليش؟ لانه هو حمار اصلا. السلام عليكم. شكرًا على أخلاقك وعلى تربية أهلك، جزاك الله خير الجزا.